رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كفاني ضنا أن أرى في الحسين شفت آل مروان أضغانها فأغضبت الله في قتله وأرضت بذلك شيطانها عشية أنهضها بغيها، فجاءته تركب طغيانها بجمع من الناس سد الفروج وغطى الجبال ووديانها وطى الوحش إذ لم يجد مهربا وغادرت الطير أوكالها وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبى العز إذعانها فقال لها اعتصمي بالإبة فنفس الأبي وما زالها رأى الموت عزا شعار الكرام وفخرا يزين به شأنها، ولما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانها كأن المنية كانت لديه فتاة تواصل خلصانها فبات بها تحت ليل الكفاح طريب النقيبة جذلانها غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خدك كثبانها وقتلك صبرا بأيد أبوك فماها وكسر أوثان
يعلمها، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على حديثنا يتناول بإذن الله تعالى جانبا من حياة الإمام الحسين عليه السلام في أسرته وأولاده، ونلقي بشيء من الضوء على هذا الجانب التاريخي، ونستفيد قدر الإمكان من هذه الحوادث التاريخية ما ينفعنا في واقعنا المعاصر. الإمام الحسين عليه السلام كان مقلا في جهة الأولاد، بالقياس مثلا إلى أمير المؤمنين عليه السلام أولاد الحسين يعتبرون قلائل، بالقياس إلى الإمام الحسن أيضا كذلك، بالقياس إلى زين العابدين في قسم النساء والبنات أيضا كذلك. زوجاته المتفق على زواجه بهن بالزواج الدائم كنا 5، ومن المعلوم أنه لا يمكن الجمع بين أكثر من 4 نساء في وقت واحد لأحد من الخلق إلا رسول الله محمد. فإنه حتى وإن كان علي عليه السلام هو نفس رسول الله بمقتضى آية المباهلة، وكان أئمتنا عليهم السلام في حديثهم كحديث رسول الله، إلا أن هناك مختصات تميز بها النبي المصطفى لا يشاركه فيها أحد من الخلق. من ذلك أنه يستطيع أن يجمع بين أكثر من 4 من النساء، وهذا لا لجهة كما تصوره البعض، لا لجهة أنه النبي عادل بين جميع النساء فلو تزوج أكثر من ذلك فلا محذور، لأننا نعتقد أن مثل علي عليه السلام في هذه الخصلة كالنبي في عدالته، وإنما هي خصوصية كانت لرسول الله من جملة خصائصه، لأن النبي يذكرون له خصائص في الواجبات، في المحرمات، في النكاح والحياة الزوجية، يذكرها علماؤنا بأنها مختصة بالنبي. بعض الأشياء محرمة عليه، علينا غير محرمة، مثل خائنة الأعين، الغمز حسب التعبير، مثلا واحد يغمز إلى الثاني أنه هذا اللي بجنبك مثلا ضربة أو ما أدري كذا، أو طردة بطرف العين.
هذا بالنسبة لنا غير محرم. الفعل نفسه ممكن يتصف بالحرمة أو بغير الحرمة، لكن نفس هذه الغمزة حسب التعبير علينا غير محرمة، لكن على رسول الله غير جائزة. عندنا بعض الأشياء واجبة على رسول الله علينا غير واجبة، مثل قيام الليل. قيام الليل كان على رسول الله: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. هذا واجب على النبي صلى الله عليه وآله، بينما علينا ليس بواجب وإنما هو مستحب. وهكذا هناك أمور أخرى منها ما يرتبط بالنكاح أكثر من حكم إمكانية أن تهب امرأة نفسها لرسول الله، هذا خاص به. وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذا فقط للنبي. أن امرأة تقدم نفسها: يا رسول الله وهبت لك نفسي، فإذا قبل النبي خلاص صارت زوجته، ما يحتاج بعد إلى شيء آخر ولا إلى مهر ولا كذا. وهذا فقط خاص برسول الله، لا يشترك معه أحد فيه على الإطلاق. المهم هذه من مختصات رسول الله. فالإمام الحسين وسائر الأئمة عندما يقال مثلا أنه تزوج ب5 أو ب6 أو بأكثر أو بأقل، نعلم أنه بالعقد الدائم لا يجوز لأحد غير النبي أن يجمع بين أكثر من 4 فيصير على التناوب. الإمام الحسين عليه السلام كان عنده 5 نساء، واحدة من هذه النساء وأولهم تبعا لشرف ابنها هي شهربانو، التي هي من الأسرة الملكية الكسروية، وهي أم الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه. هذه المرأة تزوجها الإمام الحسين عليه السلام، وأنجبت له علي بن الحسين فقط، وتوفيت مبكرا على المعروف. قيل أنها عقيب ولادتها بالإمام زين العابدين عليه السلام توفيت. هناك روايتان في شأن تزويجها بالإمام الحسين عليه السلام. رواية هي الرواية المشهورة والتي يعتمد عليها المؤرخون الرسميون، لكنها يمكن أن توجه إليها بعض الملاحظات. الرواية هي هكذا وهي مشهورة: أنه لما تم فتح بلاد فارس أيام الخليفة الثاني جيء بالسبايا، فكان بين السبايا امرأتان من بنات كسرى، فأريد بيعهن. فالإمام أمير المؤمنين عليه السلام أشار على الخليفة بأن الإسلام يزيد الإنسان عزا ولا يذل العزيز، وهذول بالتالي كنا في بيت عزة وشرف وشخصية، فما ينبغي أن يبعن كالسبايا. ما العمل إذن؟ قال: قومها، شقد هذه لو أريد بيعها شقد، فمرها أن تختار من المسلمين من تشاء ثم يحسب من نصيبه في الغنائم، وإذا أكو فرق يدفع الفرق. فرضا هذه مثلا ب10,000 دينار بحسب الفرض، اختارت زيد من المسلمين، نصيبه شقد؟
من الغنيمة، افرض أن نصيبه 5000، عليه أن يدفع 5000 أخر وتكون زوجته. فقبلوا هذا الاقتراح. هذه شهربانو اختارت الإمام الحسين عليه السلام، أختها اختارت محمد بن أبي بكر. هذه الرواية الرسمية. طبعا ليش مثل هالروايات تنتشر في التاريخ وتدعم إلى جهة الآن ما نتحدث عنها، تصحيح أفعال وأعمال الخلافة بعد رسول الله من قبل أمير المؤمنين عليه السلام، هو واحد من الأهداف اللي التاريخ الرسمي يشتغل عليها لكي يقول أن الإمام علي عليه السلام ليس فقط كان مبايعا وليس فقط كان راضيا، وإنما كان يرى مشروعية الأعمال يتعامل معها باعتبارها أعمال مشروعة، وهذا يعني أن الخلافة خلافة شرعية. هذا بشكل عابر نقول له، بس هناك إثباتات عليه كثيرة في أكثر من مورد. حتى زواج الإمام علي بأم محمد بن الحنفية خولة يدخل في ضمن هالإطار. الآن مو حديثنا ذات الصوب. هذه الرواية بالرغم من أنها هي الرواية المشهورة، وهي الرواية حتى الموجودة أيضا في بعض الكتب الشيعية، إلا أن فيها فد معضلة لم تحل، وهي أن الفترة الزمنية لا تساعد على هذه الرواية وكونها صحيحة. كيف؟ الإمام زين العابدين عليه السلام عندما كان في كربلاء أقصى ما قيل من عمره 26 سنة، وقيل إنه أدرك من حياة أمير المؤمنين 3 سنوات أو 4 سنوات، يعني يصير في ذاك الوقت اللي أمير المؤمنين استشهد سنة 40، يكون ولادة الإمام زين العابدين سنة 36 أو هالحدود. 36 عمر الإمام زين العابدين عليه السلام أيضا 24 سنة، 25 سنة، 26 سنة. لو نحسب متى تم غزو بلاد فارس في التاريخ يقولون صارت على مرحلتين. المرحلة الأولى سنة 14 هجرية، والمرحلة الثانية سنة 23 هجرية. أما إذا أخذنا سنة 14 هجرية فمعنى ذلك لما كان في كربلاء يفترض الإمام زين العابدين تزوج، الإمام الحسين تزوج أمه في نفس تلك السنة 14-15، ولدت بحسب الوضع العادي في نفس السنة، سنة 15-16 إلى سنة 61. كم سنة لازم يكون عمر الإمام زين العابدين عليه السلام؟ فوق 45. بالإجماع الإمام السجاد لم يكن بهذا العمر. خلينا ناخذ الثاني اللي هو عمر 23، أنه فتحت فارس في سنة 23، يعني تم السيطرة عليها وإزالة الحكم الكسروي كاملا. نفس الكلام سنة 23. إذا تحسب إلى سنة 61 يصير المسافة شقد؟ قريب 38-39 سنة. الإمام زين العابدين عليه السلام لم يكن في ذلك الزمان بهذا العمر. أكو ما يشبه الإجماع على أن الإمام زين العابدين أدرك من خلافة أمير المؤمنين 4 سنوات مو أكثر، يعني ولادته كانت في سنة 36، وين سنة 23 وين سنة 36. فهذا يخلي المتأمل بهذه القرينة على أن مثل
هذه الرواية لا تخلو من مناقشة وإشكال فيها. إما نلتزم أن الإمام زين العابدين لما كان في كربلاء عمره مثلا 40 سنة أو أكثر، وهذا خلاف الإجماع، فيصير هو الأكبر أكبر من علي، الأكبر وأكبر من العباس. طيب، وهذا واضح أنه غير صحيح. وإما أن نقول أنه لا، تزوجها الحسين وتأخرت ما أنجبت 10 سنوات 15 سنة، هذا أيضا خلاف العادة. أو أن يقال أن في هذه الرواية أكو خلل. الرواية الثانية التي نعتقد أنها أقرب إلى الدقة هي ما نقله الشيخ المفيد على الله مقامه من كبار علماء. معروف الشيخ المفيد أستاذ شيخ الطائفة الطوسي، أستاذ الشريف المرتضى، أستاذ الشريف الرضي. طيب، وعلم من أعلام الطائفة، ألف في كل المجالات وفي التاريخ والسيرة أيضا عنده كتب كثيرة. هذا يذكر فد رواية ويقول إن الإمام زين العابدين عليه السلام جاء بها والي علي عليه السلام، والي الإمام الحريث ابن جابر الجعفي، عندما ولاه الإمام أمير المؤمنين أيام حكومته، ولاه ناحية المشرق يعني صوب بلاد فارس. وهناك صارت بعض المعارك، فجيء بامرأتين من نسل الأسرة الملكية. هاتان المرأتان زوجتا بالحسين عليه السلام وبمحمد ابن أبي بكر. هذه الرواية إذا كانت فيها مقومات للصحة، ليش؟ لأن لو فرضنا أن الإمام أمير المؤمنين تولى الخلافة الظاهرية سنة 35 هجرية، في تلك السنة أو بعدها صار تولية الحريث ابن جابر الجعفي إلى ناحية المشرق، وأخذ هذه النساء مع السبايا، يعني إحنا في سنة 36 أو في حدودها، تزوج الإمام الحسين عليه السلام، ولدت له علي بن الحسين سلام الله عليه. أدرك من حياة الإمام أمير المؤمنين 4 سنوات، من 36 إلى سنة 40. وعندما صار في كربلاء عمره هو العمر المتعارف بين 25 24 26 على الاختلاف الموجود في عمره. ما في هناك مشكلة عندنا في قضية عمر الإمام زين العابدين سلام الله عليه. فلذلك يمكن استقراب أن تكون هذه الرواية هي الرواية الأقرب بالنظر إلى المقارنة والمقايسة التاريخية، بالرغم من أن الرواية الأولى هي الرواية الرسمية المعتمدة في تاريخ الطبري وفي غيره، بل حتى الكتب الشيعية تنقلها باعتبارها هي الرواية النهائية، لكن تواجه هذه المشكلة عند قياسها إلى عمر زين العابدين سلام الله عليه. هذه المرأة الأولى تزوجها الإمام الحسين عليه السلام شهربانو. الأولى مو من حيث الزمان وإنما من حيث الفضيلة تبعا لجهة ابنها زين العابدين عليه السلام. من اللاتي تزوجهن الإمام أيضا ليلى بنت أبي مرة ابن مسعود الثقفي. هذه المرأة والدها أبو مرة، جدها مسعود الثقفي، كان من الرجال والصحابة المخلصين، وقد مدحه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: لئن كان مؤمن آل فرعون قد نصح قومه فلقد نصح مسعود قومه. أول ما اجى أسلم وقال: يا رسول الله أنا أرجع إلى الطائف وأعلن الإسلام هناك. قال له النبي: ترى يؤذونك.
قال فليفعلوا ما يفعلوا ما دمت أدعوهم إلى الله عز وجل. فرجع إلى قوله في الطائف. ثقيف كانت في ذلك الوقت وبقية القبائل الطائفية معادية للدين، أعلن الإسلام ودعا إلى الشهادتين وأخبر عن رسول الله، فرمي بسهم وتوفي، وكان من أول شهداء الدعوة إلى الإسلام. هذا تزوج الإمام علي عليه السلام إحدى بناته واسمها ليلى بنت مسعود الثقفي، وتزوج الإمام الحسين حفيدته ليلى بنت أبي مرة ابن مسعود. هذه أنجبت له علي الأكبر المعروف الشهيد بكربلاء. لم يعرف أنها أنجبت له غير علي الأكبر. أكو بحث أنه هل كانت ليلى في كربلاء مع الإمام الحسين أو لا. هناك رأيان تاريخيان. رأي يذهب إليه المحدث القمي شيخ عباس القمي صاحب منتهى الآمال وصاحب المفاتيح ولو كتاب دعاء، ولكن مؤلفه عالم من العلماء، من علماء الأخباريين الأقوياء جدا، يعني عنده حفظ للأخبار والأحاديث وله تأليفات كثيرة، من تلامذة المحدث النوري. فهذا ينقل المحدث القمي واحد، والثاني المحقق التستري شيخ محمد تقي التستري أحد كبار العلماء الرجاليين، لعله توفي قبل 20-25 سنة، يقول إنني لم أظفر بحديث أو رواية تؤكد حضور ليلى في كربلاء، واللي على ضوءه الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه ذكر في الملحمة الحسينية أنه لم توجد ليلى في كربلاء. هذا رأي. الرأي الآخر يذهب إليه فريق آخر، ومنهم المحقق الشيخ السيد العاملي، السيد جعفر مرتضى العاملي، وهو باحث تاريخي ومحقق معتمدا على ما نقله ابن شهراشوب صاحب المناقب. ابن شهراشوب المازندراني صاحب المناقب المتوفى حدود سنة 588 هجرية، يذكر هناك أن علي الأكبر رجع إلى أمه في الخيمة وقبلها واعتنقها. طبعا هو يذكر بالاشتباه يقول رجع إلى أمه شهربان فقبلها وودعها وخرج إلى القتال. فهنا يقول بعض هؤلاء صار اشتباه عند الأم موجودة، ولكن هو اشتبه. أكيد أن شهربان مو هي والدة علي الأكبر، وإنما هي والدة علي السجاد، فالاشتباه في الاسم، ولكن الواقع قد نقلها. وبالتالي يقول لك أيضا مقتضى القاعدة أنه لو توفيت عادة يذكر أنه توفيت فلانة في ما قبل كربلاء، مثل ما ذكروا عن امرأة قضاعية تزوجها الإمام الحسين عليه السلام، وقالوا أنها ماتت قبل كربلاء، خلاص تسكر ملفها حسب التعبير. فهذه المرأة الثانية وهي ليلى بنت أبي مرة ابن مسعود الثقفي والدة علي الأكبر. علي الأكبر أيضا انقطع العقب منه، مع أنه كان متزوجا، لكن يظهر لم يكن له نسل، ولذلك ينحصر نسل الحسين عليه السلام في الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. المرأة الثالثة هي الرباب بنت امرئ القيس الكلابية. اكو
ماكو عندنا امرأ القيس الملك الضليل المعروف، مو هذا، وإنما هذا امرأ كلابي قيل إنه قد أظهر الإسلام وأسلم متأخرا عن وجود رسول الله. جاء أيام الخليفة الثاني وأسلم في ذلك الوقت، تعرف على أمير المؤمنين عليه السلام، رغب في المصاهرة، فزوج الإمام الحسين عليه السلام ابنته الرباب. وهذه كان يظهر الإمام الحسين عليه السلام محبتها بالرغم من أن الجميع كان يحبهن، لكن هذا اللي نقل عن الإمام الحسين عليه السلام الشعر المعروف: لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب، أحبهما وأبذل جل مالي وليس لعاتب عندي عتاب. أنا أحب تلك الدار التي فيها الرباب وسكينة، وفوق هذا أبذل المال، أنا سخي، أنا كريم على زوجتي وعلى ابني ولا أستمع لكلام أحد. أكو بعض المتقدسين قالوا ما يصير هذا الكلام يطلع من الإمام عليه السلام، كيف يقول قدام الناس لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب؟ مو مألوف هذا، وهذا في الواقع قياس للأئمة على الذات. احنا بالعكس عندنا أوامر تشير إلى أن الإنسان إذا أحب أحدا أن يظهره بفعل أو قول. تحب واحد من أصدقائك قل له أنا أحبك. إذا أحببت أخاك فقل له ذلك. ليش؟ لأن الحب من المشاعر عادة الخفية، فإذا أخبرته بها زادت الألفة. إذا ما أخبرت أنت تنطوي على الحب من الداخل وهو لا يشعر بذلك. مطلوب من الإنسان أن يظهر حبه وأن يكتم بغضه. أحيانا قسم من الناس يعكسون المسألة، إذا يبغض واحد أول ما يشوفه يقطب في وجهه وينظر إليه نظرة شزر. أي واحد قاعد يفتهم أن هذا بينهم أكو فد مشكلة. إذا إجا ما يقول إله، إذا قاعد بجنبه يتوخر ذاك الصوت، إذا طالعه يقتحمه بعينه، يظهر البغض. وبالنسبة إلى أخيه الآخر الذي يحبه لا يخبره بذلك، مع أن المعادلة الدينية هي عكس ذلك. تبغض إنسان لأي سبب من الأسباب تظهر هذا الأمر، لأن إظهاره سوف يبادلك بغضا ويتطور الأمر إلى ما هو أسوأ. أظهر الحب، انشر الحب، أعلن الحب. طيب الإسلام الأشياء الجيدة يعلنها. تلاحظ تحية الدين ما هي؟ تحية الدين هي عبارة عن إعلان المسالمة والمحبة والوئام. أول ما تجي ماذا تقول؟ السلام عليكم. شنو يعني السلام عليكم؟ يعني أنا أعلن مسالمتي لكم، محبتي لكم، أنا مسالم لكم، ليس بيني وبينكم مشكلة ولا حرب ولا بغضاء ولا إحن. أنا أعلن لكم السلام، أعلن لكم المحبة، أعلن الرضا بكم. وبالنسبة إلى الأهل والأزواج الأمر أكثر. عندنا في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: قول الرجل لزوجته إني أحبك لا يخرج من قلبها أبدا. لا يقول لها أنا أحبك، طيب ما يطلع من قلبها هذا أبدا، يظل راسخ، يحركها، يشحنها، يحببها إلى زوجها. ومطلوب من الإنسان هكذا. مفروض الإنسان
يتمثل هذا. بعض الناس يقول يعني أنا ما أحب زوجتي، إذا ليش أنا طالع من الصباح الساعة 6:30 للعمل وما أجي إلا المغرب هالكام تعبان حتى أجيب إليهم القوت والمال وكذا؟ جزاك الله خير، لكن هذا كله في كوم، وقول المحبة في كوم آخر. هذا في كفة وذاك في كفة أخرى. أنت أن تأتي وتقول كلاما طيبا لزوجتك، وأن تقول الزوجة كلاما طيبا لزوجها، يجي من العمل الله يساعدك، بارك الله فيك، الله يقويك، ما قصرت، كذا كذا، هاي تمسح عنه كل تعب هذا النهار. وبالعكس هو أيضا عندما يبدي لها محبته ويبدي لها تعشقه وتغزله، طيب انت ملأت علي حياتي، انت اعطيتي الوان جميلة الى هذه الحياة. وبالفعل يعني النساء الصالحات المؤمنات تجرب ان الزوجة المؤمنة الصالحة اذا غابت عن الزوج يشعر بان ركنا منه قد انهدم، حياته تخربطت. طيب هو يشعر وهي تشعر، قل لها ذلك، اخبرها عن ذلك. وهذه طريقة النبي المصطفى محمد وذكره صلوا عليه. يعلن للناس إني رزقت حب خديجة، إني رزقت حب خديجة، إلى الحد اللي بعض الزوجات الأخريات أخذهن الغيرة. طيب ليش؟ من كثرة ما كانوا يذكر خديجة ويذكر فضلها ويذكر حبه إياها. طيب كان يظهر هكذا، كان يكرم بعض النساء لأنها كانت صديقة زوجته الحبيبة، لأنها صديقة زوجته يكرم هذه المرأة ويحترمها. طيب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ذاك الكلام اللي يقوله عن فاطمة الزهراء، يعني لما تشوف كلماته على قبر فاطمة الزهراء أي وله عنده، أي محبة عظيمة كانت لديه. وهذه طريقة أئمتنا عليهم السلام وهي طريقة الدين. فهذا الكلام أن الإمام ما يقول هذا الكلام هذا قياس على أمثالنا. إحنا فينا أحيانا بعضنا لا أقل المتكلم هكذا عنده عقد داخلية، ما يقدر يتكلم على سجيته، ما يقدر يبذل الحب لمن يستحق الحب. تشوفنا نعجب بهذا الذي تمثيلا يقول كلاما ما له معنى مع عشيقة أو كذا، لكننا لا نصنعه مع زوجاتنا ومع حبيبات أنفسنا. وهكذا بالعكس أيضا المرأة أحيانا لا تقول. ذات مرة أحد المؤمنين في غير هذا البلد كان ينقل لي هذا المعنى، أنه أنا يعني قلت ما دام إظهار الحب زين إلى الزوجة وكذا، قلت خليني أصير رومانسي حسب التعبير شوية. فأنا عندي أولاد أيضا عمرهم 15 و16 سنة بس بعدني بالتالي في بدايات. فيقول رحت إلى زوجتي وبدأت أتحدث معها أنه أنا أحبك، أنا كذا أنا كذا أنا كذا. طلعت فيا قالت خلك ثقيل شوية. شنو هذا خلك ثقيل؟ كأنما الثقل والمتانة تتنافى مع إظهار المحبة. كان لازم يقول لها يا صلعة يا قرعة يا ما أدري كذا يا طيحة حب حتى شنو يصير متين ورزين. هاي الثقافة الخاطئة الباطلة ينبغي أن لا تكون. أنا الزوج لازم أكون متجهم حتى تصير عندي شخصية. هي الزوجة أيضا ما يصير تيجي تقول إلى زوجها أحبك وغير ذلك. هذا الكلام كلام مال أهل السينما وأهل التلفزيون وهذول الشباب الصايعين. أما إحنا لا، لازم تكون وجوهنا متجهمة ومتفهرة وكأنه واحد داخل إلى سجن. لا لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب أحبهما
وأبذل جل مالي وليس لعاتب عندي عتاب. أي واحد يريد يعاتبني ما أسمع إلى ولا أدير إلى بال، لأن هذا مبدأ إسلامي ومبدأ ديني. هذه المرأة فعلا كانت يعني ما ظهر منها من الحب شيء كثير. هي أول من رثى الحسين عليه السلام، يعني من نقل إلينا، مع أن نساء الحسين كن معه بحسب الفرض، استثنوا شهربان التي توفيت، الباقي كما سيأتي أم إسحاق أيضا وكانت محبوبة للحسين، بس الرباب هي اللي ظهر منها شيء فوق المعتاد. أولا رثت الحسين في مجلس يزيد لما رأت رأس الحسين عليه السلام واللعين يضربه، قامت وصرخت: وحسيناه وابن رسول الله. ثم أنشأت شعرا: وحسينا فلا نسيت حسينا، أقصدته أسنة الأعداء، غادروه بكربلاء، صريعا لاصق الله جانبي كربلاء. وأنشدت شعر آخر: سبط النبي جزاك الله صالحة عنا، وجنبت خسران الموازين، تالله لا أرضى بسهر غير سهركم، حتى أوسد بين الماء والطين. أنا بعد حرمت على نفسي أن أرى رجلا بعد الحسين عليه السلام. وبلغ من شدة حزنها أنها عندما رجعت إلى المدينة قالوا لم تكن تستظل إلى أن فارقت الدنيا بعد سنة واحدة من شهادة الحسين عليه السلام. محبة متدفقة وحزن عظيم لا نكاد نرى أمثاله بالنسبة إلى الأخريات، لا نكاد نرى، لا أقول لم يوجد، لم ينقل، لعله كان بس ما نقل. هذه أنجبت الرباب إلى الحسين عليه السلام سكينة، وأنجبت إليه عبد الله الصغير الرضيع. هاي الثالثة. الرابعة أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله التيمية. أم إسحاق هذه امرأة كانت زوجة الإمام الحسن عليه السلام، وأنجبت للحسن عليه السلام. ولما قربت من الحسن الوفاة أوصى الحسين أن لا تخرجوا أم إسحاق من دوركم. هذه امرأة استثنائية لابد أن تبقى في بيت أهل البيت عليهم السلام، لا تطلعوها. العادة خلص بعد توفي زوجها تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام ثم تلحق بأهلها، بعد ما عندها شيء يربطها هنا في هذه الأسرة. فأوصى الإمام الحسن عليه السلام أخاه الحسين ضمن وصاياه الخاصة أن لا تخرجوا أم إسحاق من دوركم، خلوها ضمن أجواء أهل البيت عليهم السلام. فالإمام الحسين عليه السلام كأنما فهم رغبة الحسن في بقائها، طريق الطبيعي هو أن تزوجها بعد أن انتهت من عدتها وضمها إلى نسائه، وأنجبت له فاطمة بنت الحسين عليه السلام وعليها السلام، اللي الإمام الحسين يصفها كما ورد في الروايات عندما جاء ابن أخيه أن يخطب امرأة من بناته، عبد الله بن الحسن المجتبى جاء يخطب من الإمام الحسين إحدى بناته، قال: إني أختار لك فاطمة ابنتي، فإنها في العبادة كأمها فاطمة الزهراء، وفي الجمال كأنها الحور العين. فزوجها إياه. هذه امرأة رابعة أم إسحاق بن طلحة بن عبيد الله التيمية. قيل أن هذه أيضا أنجبت له رقية، هذا على سبيل القول. وهناك امرأة كان
وكانت هي أيضا هذه أم إسحاق مما ينقل عنها أنها كانت تنقل عن عبادة الحسن والحسين عليه السلام وقيام الليل، فكانت تقول أن الحسن فكان يقوم الليل من أوله، يعني المنتصف الأول صلاة الليل وما شابه ذلك، وأن الحسين فكان يأخذ الشطر الأخير من الليل. الآن أنت إذا تريد إن شاء الله تتوفق إلى صلاة الليل وتذكرنا وتذكر المؤمنين، عندك طريقين. إذا أنت من أهل السهر، طيب من أهل السهر الأفضل لك أنه تحسب منتصف الليل الشرعي شقد، يعني تحسب أذان المغرب إلى الفجر تقسمه على 2 وتضيف الناتج إلى المغرب. يعني لو فرضنا مثلا الساعة 6 المغرب الأذان والساعة 6 الفجر الأذان حسب التعبير، فهناك 12 ساعة، 12 ساعة تنصفها يصير 6 ساعات تضيفها إلى أذان المغرب، يعني الساعة 12. لكن لو صار الساعة 5 و5 يختلف الأمر، 5 إلى 5 أيضا 12 ساعة، 6 ساعات نصها تضيفها إلى الساعة 5 يصير الساعة شقد؟ الساعة 11 نصف الليل. بعده أنت تقدر تبدأ شنو؟ تصلي صلاة الليل إذا كنت من أهل السهر. وأما إذا كنت من أهل التبكير الساعة 10 أنت تنام، الساعة 10:30 أنت تنام، فاختار قبل الفجر مثلا بنصف ساعة يمديك، يتهيأ لك أن تقوم وتتوضأ وتصلي صلاة الليل. هي هنا تقول أن الحسن المجتبى عليه السلام كان يأخذ الليل من أوله، منتصف الليل من أوله فيقوم ويصلي، والحسين كان يأخذ الليل من آخره، يعني كلما قرب من الفجر. ولا بد هي أن تكون أيضا ملاحظة وناظرة إلى هذا، وإلا لو لم تكن حاضرة وناظرة ما تنقل هذا الأمر، ويفترض أن تكون مشاركة في مثل هذا العمل. فهذه أم إسحاق. والخامسة هي من ذكرنا، امرأة يقال لها أم جعفر، وهي من قضاعة، قبيلة قضاعة، تزوجها الإمام الحسين عليه السلام وأنجبت له ولدا اسمه جعفر، مات وهو صغير، ولذلك لا يوجد له ذكر فيما بعد. بالنسبة إلى الأولاد الذكور المعروف للحسين عليه السلام المحقق الأكبر علي الشهيد سلام الله عليه، وبعده علي السجاد زين العابدين الإمام، وبعده عبد الله الربيع، والرابع هو جعفر الذي قلنا إنه قضى مبكرا. وأما بالنسبة إلى البنات فيختلف فيهن من قبل الكثير. المؤكد اللي عليه الاتفاق بلا ريب هو فاطمة بنت الحسين، سكينة بنت الحسين عليهما السلام، وهناك كلام حول بنتين أخريين، رقية بنت الحسين عليه السلام وفاطمة التي تركت في المدينة. بعض يثبت وبعض ينفي، وحيث أنه لا يترتب على هذا الأمر يعني أحكام شرعية مهمة، احنا لا نتطرق إلى هذا الموضوع. لكن المشهور عند علمائنا وعند المتشرعة أن رقية بنت الحسين عليه السلام كانت معه في كربلاء، وكانت صغيرة السن، وقد أشار بعض العلماء إلى هذا. وفي نداء الإمام الحسين عليه السلام في قضية الوداع بعض الكتب نقل يا ليلى، يا زينب، يا أم كلثوم، يا سكينة، يا رقية. البعض قال أن المخاطب هنا رقية بنت الإمام علي اللي هي زوجة مسلم ابن عقيل كانت موجودة في كربلاء، والبعض الآخر يقول أنه لا، هذا النداء كان
رقية بنت الإمام الحسين عليه السلام حتى يودعها ويودعهن، ولها هذا المشهد الموجود في دمشق الشام على ما يراه العلماء، وهذا المشهد المشيد والكبير وكيفية شهادتها كما نقله المؤرخون يقولون أنها كانت في هذه الرحلة المتعبة والمجهدة وذاقت من الأذى ومن الضرب ومن شدة التعب والسير الشيء الكثير. تدرون أن تحمل الطفلة للإجهاد أصعب وأكثر، يعني لا يكون كما يكون بالنسبة إلى الكبير. أنت عندك طفل تسافر وياه تخليه في السيارة معك 3-4 ساعات، أنت الأمر بالنسبة لك عادي، ولكن بالنسبة إلى الطفل يوصل إلى المكان المعين وتراه قد أجهد، فكيف إذا كان طريق جمال وشمس ورياح، وبالإضافة إلى ذلك أذى وضرب وما شابه من الأمور، جوع، حتى إذا وصلوا إلى الشام انزلوا في ذلك المنزل الذي لم يكن لهم من حر ولا برد. يستفاد من بعض الأخبار أن نزولهم كان على مرحلتين: مرحلة سكنوا في هذا المكان غير الممهد وغير الجيد، ومرحلة أخرى قربوا إلى القصر الأموي. الغرض من ذلك في هذه الجهة قربوا إلى القصر الأموي أن يزيد والجماعة الأمويين أرادوا أن يمتصوا النقمة التي بدأت تحدث. يعني بعد ما وصل السبايا إلى هناك حصل تغير من جهة خطب الهاشميين والهاشميات، من جهة حالة المظلومية اللي كانت، فبدأت هناك كلمات فيها نوع من الاحتجاج إذا صار وقت نبينها حتى في داخل البيت الأموي. أخ مروان بن الحكم لما يجي وينشد شعر في داخل قصر يزيد ويقول: لهام بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد الوغد ذي الحسب الوغلي، سمية أنسى مثلها عدد الحصى وليس لآل الله يعرف من نسلي. يعني أنت لو تفكر يا يزيد هذه الهامات والرؤوس والضحايا اللي صارت في كربلاء بجنب الطف، هذا أقرب إليك من ابن زياد الوغد ذي الحسب والنسب السيء. وانت تشوف اليوم أولاد سمية صار عددهم كبيرا، بينما أولاد رسول الله نسلهم منقطع بهذه المقتلة. لما تشوف واحد من داخل الأسرة الأموية يقول هذا الكلام، وهند تقول كلاما مشابها فيه نبرة احتجاج وتأسف، انت شوف باقي الناس ماذا سيقولون. فهذا دفع بيزيد والفئة الأموية إلى أن تقرب هؤلاء السبايا، خلوهم في مكان أحسن قرب القصر الأموي، سمحوا لهم بإقامة المأتم في الفترة التي كانوا فيها كنوع من الامتصاص لهذه النقمة ولهذه الحالة. في الفترة يفترض حدثت حادثة الشهادة للسيدة رقية سلام الله عليها، حيث قالوا أن رقية عندما كانت نائمة في نصف الليل رأت في عالم الرؤيا وكأن أباها الحسين يضمها إلى صدره ويقبلها على عادته معها عندما كان على قيد الحياة. فلما رأت هذا المنظر استيقظت لكي لا تجد أباها الحسين، ما وجدت إلا الظلام وما وجدت إلا الدموع وما وجدت إلا الآهات، تبحث عن أبيها الحسين عليه السلام فما وجدت خبرا منه. هنا بدأ بكاؤها ونياحها على أبيها. لما
لما سمعت باقي النساء باقي الأطفال ببكاء السيدة رقية قمن من النوم وبدأ ماتم الحسين في جوف الليل. جاء الحجاب يرون ما الخبر، ايش صاير عندهم الآن، وقت متأخر، ما الذي جعلهم يبكون، ماذا دهاهم؟ سألوا ما الخبر، قالوا هذه طفلة من طفلات الحسين استيقظت تريد أباه. نقلوا الخبر إلى يزيد قال لهم خذوا إليها رأس والدها لعلها تهدأ به. جابوا شافتهم من بعيد صاحت هلا براسك يا العميد يا العزم بليلة العيد ليش قطعت بينا يا سنديد. جاء إليها برأس أبيها مغطى في طشت قالت ما أريد الطعام أريد والدي الحسين. قالوا ارفع المنديل، رفعت المنديل وإذا بها ترى رأس أبيها مخضبا بدماء. صاحت وأبتاه يا حسينا، أقبلت عليه تقبل أبواب من الذي قطع الرأس الشريف، من الذي خضب الشيب العفيف، من أيتمني على صغر سني. أثار الأب يا ناس خيمة يفي على ابناته وحريمه والناح الناح من عقبك لجينا وطفلة المظلوم طاحت فوق راسه تقبله تقول بويا ضيعتني قبل كنت مدلله محل عظامي يا بويا وذوب احشاي الهضام منتهل الدمع عيني يضربوني وانشتم وكنت بحماكم عزيزة ولا شفت ذلة وهموم واصبحت بعدك يسيرة فوق ناقة مهزلة. هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. خذ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم من سألنا الدعاء في حاجة. اللهم اقض حوائجهم آجلا يا قاضي الحاجات. وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.